السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ ان شاء الله تبقوا بخير. داخلين على سنة جديدة وعايزين صنفرة وعايزين ننظف بقى ونلمع ونبقى بنلمع وبنزيق كده وبنبرق. اول حاجة صابون المغربي، تمام. اللي بعده صنفرة الدلكة السودانية، تمام. اللي بعده صابون الدلكة السودانية. ثلاثة دول كده بصوا دول كده لا غنى عنهم اهو. تحفة 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 تحفة، جميل 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 جميل. ما بتنمرش على حد والله العظيم، بس يعني فعلا جميل، يعني انا بقول وصف جميل. اول حاجة الصابون المغربي ده اهو انا واخده منه، شايفين هو تقيل، شايفين اهو تقيل. بتاخدي بقى حته كده. اول حاجه ماشي، بتدخلي تحت ميه سخنه عشان المسام تتفتح كلها تتفتح. وتيجي عامله ايه؟ صنفره. ناخد الصنفره، لا ده الصابون، معلش اعذروني. ناخد الصنفره اهي، بصوا هو قرب يخلص عندي، انا مش هينفع اكبه عشان ده سائل، مش عارفه هتشوفوه كده ولا ايه. اهو شايفين الصنفره دي؟ هرجعهم تاني اهو. انا مش عايزه بس عشان ما يبهدلش الدنيا. هو بهدل الدنيا بس ماشي، هبقى انضفه بعدين. المهم الصنفره دي اول حاجه بتخلي جسمك طبعا عليه ميه سخنه. تاخدي الصنفره بقى وتنزلي على جسمك كله، صنفري بقى كله، صنفريه كله بقى. شيلي الجلد الميت بقى، وشيلي البلاوي السود، شيليه. اول حاجه هنا صابون الدلكه السودانيه اهو. انا ما استخدمتوش ماشي عشان انا عندي الصابون المغربي، فانا لما بستخدم دول بس. ده انا مستخسراه صراحه، مستخسره ان انا افتحه لسبب هو بس. انا هفتحه لكم عشان تشوفوه اهو. بصوا ده سايل اهو، شايفين اهو كده، تمام. جايباه منين؟ المحل اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا بجيب منه كل حاجه. عنده الحاجات دي، بس انا مش جايباها من عنده يعني، بس انا بقول لكم ان هو عنده الحاجات دي. مكونات، اول حاجه انا هقول لكم مكونات الدلكه السودانيه: صنفره، زيت محلبه طبعا عارفينه، زيت الليمون، زيت جريسلين، ماء ورد، صابون طبيعي، تمام. دي الصنفره دي اول حاجه. صابون مغربي يطهر ويلطف ويزيل الشوائب ويخترق طبقات الجلد ويرطبها ويقشر الجلد ويعطيه ليونة ونضارة. طريقة الاستخدام: يدهن كامل الجسم بالصابون المغربي ويدلك بالليفة المغربية. طبعا الليفة المغربية دي ليفة مغربية من مكان نظيف. انا شفت اماكن بيع ليفة مغربية ب35 و55. على فكرة دي مش نظيفة، مش اصلية. هتقولي لا ما انت ما يغركش، لا اقسم بالله بجد مش اصليه. انا جبتها اسمعوني، انا جبتها ليه ب50 جنيه، دي ما عملتش حاجه. الليفه اللي هي الاصليه حاجه معديه ال 100 جنيه، من 80 كده معاك وطالع. ده اللي هو الاصلي، ليف اللي هو المغربي الاصلي، عشان بس نبقى حلوين مع بعض. ما بيعملش ريحه، بعد ما تستخدميها مرتين تلاتة تلاقي عملت ريحه معفنه كده، ريحه عفونه كده، وتستخسري 50 جنيه بتاعتك وترميها. يبقى معلش، بدل ما انا هجيب واحده هستخدمها شهر ولا اسبوع ولا اسبوعين واجي رمياها، لا ده انا احط ال50 احط عليها 50 تاني واجيب واحده تقعد معايا فتره. صح ولا انا غلطانه؟ وما تعملش اي ريحه. الليفه دي احنا بنستخدمها عشان تنظف جسمنا، مش عشان خاطر تعفن جسمنا وتحط له ريحه زي النيله. فهاتيها من مكان كويس يعني، تمام. هنا زي ما قلت لكم على الصابون المغربي، قريت لكم الحاجه اللي عليه اهو. هو بيلطف فعلا وجميل جدا، وريحته على فكره حلوه، ريحته مش اللي هي وحشه، ريحته جميل. انا بحط حته كده على جسمي واشتغل بقى بالليفه المغربيه، اقسم بالله بتخلي الجسم يزيق كده، بتبقى تحفه. والصنفره بقى
بعد ما بعمل بقى بنزل بالصنفره. انت ممكن تعملي الصابون المغربي وبعد كده تعملي الصنفره على براحتك. انا جربت الاتنين. جربت اول حاجه بعمل الصنفره وبعد كده اعمل الصابون المغربي. بخلي جسمي كله يعني بالصنفره دي، وبعد كده ب... بخليه مثلا، بس بتسيبيه على الجسم، مش تعمليه وتيجي شطفاه على طول، لا، بتحطيه وبتسيبيه على الجسم حكايه مثلا 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده تيجي حاطه اللي بعديه. تمام. آه ده بقى، ده تحطيه الصابون المغربي، تحطيه وتفضلي تدعكي بقى، تدعكي تدعكي ليفي بقى جسمك كله بقى، كله كله ماشي، كله بدون استثناء، كله يعني. بتليفيه كله، بتطلعي من الحمام تبرقي تبرقي تبرقي. وبرضه هقول لكم على لوشن كده بنحطه بعد ما بتطلعي من الحمام، بتحس ان انتي حاجه تانية خالص. هستخدمي دول جمال جمال جدا 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 جدا. سعرهم هيبقى عامل كام؟ ممكن انا ما اعرفش. في حاجات كانت عامله 200 وفي حاجات عامله 300 مش عارفه، بس انا عامه لما اوصل للسعر بتاعه هنزل لكم فيديو بيهم تاني وهقول لكم على سعرهم، بس لما اسال واتاكد بالظبط، عشان مش عايزه اقول لكم على سعره خلاص، لان انا قلت لكم الحاجه دي انا مش جايباها من هنا. تمام. فانا هسال في المحل اللي انا بجيب منه، وان شاء الله لو ما اعرف سعره ان شاء الله يبقى سعره بسيط هقول لكم عليه. بس اتمنى ان انتوا تجربوه قبل السنه الجديده، وان شاء الله هحاول اعرف لكم سعره قبل السنه الجديده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم ان شاء الله، وسنه كلها فرحه وبهجه وخير وسرور ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب، اللهم امين.